تحليل الشوط الأول وتوقعات الشوط الثاني. خط عمودي: المغرب ضد اسكتلندا. انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد، لكن النتيجة وحدها لا تحكي كل ما حدث فوق أرضية الملعب. صحيح أن المغرب نجح في تسجيل هدف مبكر منح اللاعبين الثقة وأربك حسابات المنتخب الاسكتلندي، لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب التوقف عندها قبل انطلاق الشوط الثاني. أول نقطة إيجابية هي أن المنتخب المغربي دخل المباراة بقوة كبيرة ونجح في فرض إيقاعه خلال الدقائق الأولى، خاصة في وسط الميدان. أيوب بوعدي كان هادئاً في التعامل مع الكرة، بينما قدم أوناحي حلولاً جيدة بين الخطوط وساعد أمرابط في تحقيق التوازن الدفاعي. لكن رغم ذلك لاحظنا أن المنتخب المغربي فقد الكرة في بعض المناسبات بسهولة خلال مرحلة بناء اللعب، خصوصاً عندما حاول الخروج من الخلف تحت ضغط لاعبي اسكتلندا. هذه الأخطاء قد لا تكون مكلفة في الشوط الأول، لكنها قد تصبح خطيرة جداً في الشوط الثاني إذا ارتفع ضغط المنافس. من جهة أخرى، ظهر المنتخب المغربي أحياناً بمسافات متباعدة بين خطوطه، خاصة بعد التقدم في النتيجة. في بعض اللقطات كان خط الهجوم بعيداً عن خط الوسط، وهو ما سمح للاعبي اسكتلندا باسترجاع الكرة والتقدم عدة أمتار دون مقاومة كبيرة. كما أن الأطراف الدفاعية تحتاج إلى مزيد من التركيز، فعندما يتقدم حكيمي ومزراوي في نفس الوقت تظهر مساحات خلفهما يمكن أن يستغلها المنتخب الاسكتلندي عبر الكرات الطويلة والعرضيات. ومن بين الأمور التي يجب الحذر منها أيضاً الكرات الثابتة. المنتخب الاسكتلندي معروف بقوته البدنية، وقد حاول أكثر من مرة الاعتماد على العرضيات داخل منطقة الجزاء، لذلك سيكون على المدافعين التركيز بشكل أكبر في الرقابة والالتحامات الهوائية. هجومياً، أرى أن المنتخب المغربي لم يستغل جميع الفرص المتاحة له. كانت هناك عدة هجمات مرتدة واعدة، لكن اللمسة الأخيرة أو القرار الأخير لم يكن دائماً بالشكل المطلوب. ولو تم استغلال تلك المساحات بشكل أفضل، لكان المغرب قادراً على تسجيل هدف ثان يمنحه راحة أكبر. في الشوط الثاني أتوقع أن يتغير شكل المباراة بالكامل. اسكتلندا لم يعد لديها ما تخسره، ولذلك من المنتظر أن تضغط بشكل أكبر وتغامر بعدد أكبر من اللاعبين في المناطق الهجومية. وهنا ستكون الفرصة المثالية للمغرب لضرب المساحات عبر سرعة سفيان رحيمي وتحركات إبراهيم دياز وانطلاقات أشرف حكيمي. إذن حافظ المنتخب المغربي على هدوئه واستمر في الاستحواذ على الكرة وعدم التسرع في إخراجها، فأعتقد أن الهدف الثاني قد يأتي من هجمة مرتدة سريعة أو من هجمة منظمة بعد استنزاف ضغط المنافس. أما إذا تراجع المغرب كثيراً إلى الخلف واكتفى بالدفاع عن النتيجة، فقد يمنح اسكتلندا فرصة العودة إلى المباراة، خصوصاً عبر الكرات الثابتة والعرضيات. لذلك أرى أن مفتاح الشوط الثاني سيكون في أمرين: عدم فقدان السيطرة على وسط الميدان، استغلال المساحات التي ستتركها اسكتلندا خلف دفاعها. في النهاية المنتخب المغربي يملك الأفضلية حالياً، لكن المباراة لم تحسم بعد. المطلوب هو الحفاظ على التركيز وعدم الوقوع في أخطاء فردية قد تعيد المنافس إلى اللقاء. توقعي النهائي: المغرب 2-0 اسكتلندا، أو المغرب 2-1 اسكتلندا. ويبقى السؤال: هل ينجح أسود الأطلس في قتل المباراة بهدف ثان، أم أن اسكتلندا ستعود في النتيجة خلال الشوط الثاني؟